فيلمنا النهارده بيبدأ بعشرة من الفئران، واللي بنشوف ما بينهم الفار ريمي اللي بيكون عنده حاسة تذوق وشم نادرة جدا، واللي بيعرفنا على أخوه إيميل وكمان والده اللي بيكون زعيم العشيرة. يوم من الأيام بيشم ريمي ريحة حاجة غريبة في الأكل، يروح يمنع والده من إنه ياكل منه، وساعتها بيكتشف إن الأكل ده كان محطوط عليه سم فران، وبسبب اللي حصل ده بيعينه والده مكتشف للسموم علشان محدش من العشيرة ياكل حاجة مسمومة. ظهر بعدها ريمي وهو بيتخانق مع والده طول الوقت، بيحاول يقنعه إنهم المفروض يسرقوا الأكل من المطبخ وإنهم المفروض يبطلوا ياكلوا من الكمامة، ولكن والده بيرفض وبيحذره ان هو ياكل من المطبخ والبشر لانهم خطر جدا. ولكن ريم ما بيسمعش كلام والده وبيروح لبيت الست العجوز اللي هم عايشين جنبها، وبيدخل المطبخ وهنا بيتفرج على اشهر شيف في باريس واللي بيكون اسمه الشيف جوزو، وبيبدا ريم ياكل وهو سعيد بطعم الاكل النظيف اللي في المطبخ. وفي الوقت ده بتصحى صاحبة البيت فبيخاف ريمي وبيهرب بسرعه، واثناء ما ريمي بيتمشى في الجنينه بيشوف مشروم وبيبقى منبهر جدا بيه، وساعتها بيروح لايميل اخوه وبياخد قطعه الجبنه اللي معاه وكمان بيجمع شويه مكونات عشان يطبخ بيه المشروم. بيطلع فوق سطح البيت بيسوي الاكل على برج الدفاه، لكن فجاه بيضربه البرق ويقع على الارض، ورغم من كده بيكون ريمي سعيد جدا بطعم المشروم. وعشان الاكله تكمل بيدخل ريمي واخوه ايميل للمطبخ عشان يدوروا على بهارات مناسبه للاكل، وقتها بيقول ريمي لاخوه ايميل ان الشيف جوستو عمل كتاب وسماه الطبخ للجميع عشان كده هو بيحب الطبخ. وفي الوقت ده بيظهر الشيف جوستو في التلفزيون وهو بيقول ان اي حد ممكن يطبخ لكنه لازم يثق في نفسه وفي قدراته. وفجاه بيتصدم ريمي وبيحزن جدا لما بيعرف ان الشيف جوستو مات لما المطعم بتاعه نقص نجمه، وده بسبب تقرير قاسي كتبه اشهر نقاد طعام في العالم واللي اسمه انطون ايجو. فجاه بتصحى الست العجوزه اللي اول ما بتشوف ريمي وايميل بتضرب عليهم نار، بيتفرقوا ريمي وايميل عن بعض عشان يهربوا منها، وبتفضل الست العجوزه تضرب نار على ايميل اللي بيتعلق في نجفه، وبتكون الست العجوزه على وشك انها تقتله، لكن لحسن الحظ الطلقات بتخلص منها. وقتها بيستغل ريمي الفرصه وبيقرب من ايميلي وبيتعلقوا هما الاتنين في النجف علشان يهربوا، لكن للاسف بتحط الست العجوزه الطلقات في البندقيه وبتضرب نار على السقف اللي بيتشقق، وبيقع عشيره بالفيران اللي كانت عايشه جواه، وبتجري كل الفيران بسرعه وبتهرب منه ومن تحت الباب. وساعتها بياخد ريمي كتاب وصفات الاكل بتاع الشيف جوستو وبيهرب من الست العجوزه، وبيروحوا الفيران كلهم يركبوا المراكب اللي كانوا مخبينها وبينطلقوا علشان يهربوا، ولكن للاسف ريمي ما بيكونش راكب معاه واللي بيستخدم الكتاب علشان يعوم بيه. ولكن فجاه بتيجي الست العجوزه وبتضرب عليهم نار وبتبعدهم عن بعض، فبيمد بسرعه وبيدخل النفق ورا والده، وبرغم من كده مقدرش ريمي ان هو يلحقه، بيدخل من طريق مختلف عنهم وبيقع، وبعد رحله طويله بيلاقي ريمي نفسه وحيد في المجاري، بيبقى حزين جدا بسبب اللي حصل. لما بيجي يقلب في الكتاب بيظهر له شبح شيف زوستو وبيتكلم معاه وبيقول له ان هو لو جعان لازم يلف ويدور حواليه، لكن ريمي بيبقى حزين جدا وبيقول ان هو فقد عيلته ومش هيقدر يرجع لهم تاني. فبيقول له الشيف زوستو لو ركزت على اللي ضاع منك عمرك ما هتشوف اللي بيستناك. فبيتحمس ريمي جدا وبيخرج من المجرى وبيقدر فعلا ان هو يلاقي اكله، ولكن وقتها بيظل الشيف جوزو تاني وبيقول له ان هو مش حرامي وهو بيفكر ان هو طباخ وانه ما ينفعش يسرق. فبيمشي ريمي جوه الجدران وبيخرج من البيت بيتسلق انابيب لحد ما بيوصل للسطح، هناك بينبهر لما بيعرف ان هو موجود في باريس وانه كمان جنب مطعم الشيف جوستو، وساعتها بيقرر انه يروح يتفرج عليه. وفي المطعم بيشوف الطباخين وهم شغالين وبيقدموا الطلبات للزباين، وبيكون ده تحت اشراف الشيف المسؤول عن الطعام اللي اسمه سكانر. وفي الوقت ده بيجي ولد اسمه لينجونو وبيقول للشيف سكانر ان هو ابن صديقه وجوستو، وبيعرف ان والدته ماتت وبيديله الجواب اللي هي سابته ليه وبيطلب منه يشغله في المطعم، ولكن سكينر بيرفض. وساعتها بيجي واحد من الطباخين وبيقول ان هم محتاجين عامل نظافه لانهم ما عندهمش عمال نظافه، فبيضطر سكينر انه يعينه. وبيروح بعدها للفار ريمي والشبح جوستو وهما بيتفرجوا على المطعم من السطح وبيتكلموا عن الشيفات وعن مهمه كل واحد فيهم. وبعدها بنشوف لينجورو وهو بينظف الارضيه واللي بيوقع الشوربه بالغلط وبيغير الوصفه بتاعتها عشان ما حدش ياخد باله، وبيتعصب ريمي جدا من اللي جوني عمله واللي بيبقى عاوز يحذر الشيفات، ولكن فجاه بتحرك الشباك وبيقع ريمي في حوض تنظيف الاطباق انه بيخرج منه بسرعه وبيجري علشان يهرب من المطبخ. ولحسن الحظ بيشوف شباك مفتوح بيجري من المكان لحد ما بيقدر يوصل للشباك. قبل ما بيخرج بنشوف لينجويني وهو بيدوق الشوربه اللي هو عملها والباني طعمها وحش جدا، وساعتها بيقرر ريم انه يغيرها وبيروح يغسل ايده وبيهدي النار وبيضيف لبن ومكونات تانية على الشوربه، وكل ما بيجي يمشي يفتكر حاجه ويرجع يزودها تاني، وبيفضل ريمي يضيف خضار وتوابل لحد ما بيحس ان كده الشوربه بقت احسن. وفجاه بيكتشف ريمي ان لينجويني كان شايفه وهو بيعمل كده، وده لما بيحاول ريمي انه يهرب بيمسكوا لينجويني وبيحبسه، وساعتها بيجي سكينر وبيزعل لينجويني انه غير الشوربه. في الوقت ده بيوصل واحد من الشيفات وبياخد الشوربه بيديها للجرسون اللي بيروح يقدمها للزبون، بيتعصب سكانر جدا وبيقول للجوين ان هو مطرود. ولما بيرجع الجرسون بيقول لهم ان الزبونه دي صحفيه كبيره وان الشوربه بتاعت لنجوين عجبتها جدا، فبيستغربوا كل الموجودين وبيروح سكانر يدوق الشوربه اللي بتعجبه طعمها هو كمان، ومع ذلك بيزعل لنجوين وبيقول له ان هو مجرد عامل نظافه وان ما ينفعش يطبخ.
ولكن وقتها بتدخل الشيف اللي اسمها كلونيت وبتفكر كل الموجودين بشعار جوستو ان هو اهم وهو ان الطبخ للجميع، وبتكمل كلامها وبتقول ان سكانر ان هو ما ينفعش يطرد لنجويني لان الصحفيه عجبتها الشوربه بتاعته وانها كمان ترجع في اي وقت عشان تجربها تاني. بيقول سكانر لكوليت ان الجويني هيبقى تحت اشرافها، وعرف لنجويني ان هو هيطبق الشوربه تاني. ساعتها بيستغل ريم الفرصه علشان يهرب، ولكن سكانر بيشوف بيهاجمه هو وكل الطباخين وبيقدروا لنجويني ان هو يحبسه في برطمان، فبيطلع سكانر منه انه ياخد المكان بعيد ويموته هناك. وبيعرفوا ان لو حد عارف ان عندهم فار في المطبخ المطعم كله هيتقفل. وفعلا بيروح لنجويني وبياخد ريمي وبيركب العجله بتاعته وبيروح للنار عشان يرمي ريمي في الميه، وقبل ما يعمل كده بيبص لنجويني في عيون ريمي وبيصعب عليه جدا، يقول ان هو ما بيعرفش يطبخ ومش هيقدر يعمل الشوربه دي تاني، وبيعرف ان هو محتاج الشغل ده ضروري علشان يقدر يعيش. وقتها نجويني بيتفاجئ اما بيعرف ان ريمي فاهم كلامه وبيساله انت تعرف تعمل الشوربه دي تاني، فبيشاور له ريمي ان هو بيقدر يطبخ الطبخه دي تاني وان هو يقدر يعمل اي طبخه هو عايزها. فبيتفق ريمي مع لنجويني وبيقول له انا هخرجك بس هتعلمني الطبخ، وبيقرر لنجويني انه يخرجه من البرطمان. وبمجرد ما بيفتح الغطا بيجري ريمي بسرعه وبيهرب منه، لكنه بعد شويه بيرجع في كلامه وبيرجع تاني لنجويني وبيقرر انه يساعده وفعلا بيروحوا هما الاثنين لبيت لنجويني. وبيكون ريمي منبهر بالبيت وبيفضل يتفرج على برج ايفل وهو سعيد. وفي تاني يوم بيصحى لنجويني من النوم وما بيلاقيش ريمي وبيتعب جدا لانه بيكون فاكر ان ريمي سرق الاكل، ولكنه بيتفاجئ ان بعد كده هو عمل له الفطار وبيكون طعمه حلو جدا وعجبه جدا. وفي المطعم بتشوف كوليت وهي بتقرا اللي كتبته الصحفيه عن المطعم بتاعهم واللي بتحكي فيه ان الشوربه عجبتها. يدخل لنجويني للمطبخ وهو مخبي ريمي في هدومه عشان ما حدش يشوفه، بيستغل كل الموجودين من طرق تمشي لنجويني الغريبه وبيطلب سكانر من لنجويني انه يعلمه الشوربه دي تاني، ويبقى لنجويني مش عارف يحط ايه من المكونات في الشوربه وما بيبقاش ريمي قادر ان هو يوصل للمكونات اللي هو محتاجها. بيفضل ريمي يعض لنجويني اللي بيضربه وبيدخل لمخزن الاكل، وهناك بيتصدم لما بيشوف العلامات اللي على جسمه. بيعرف ريمي ان هو لازم يلاقوا حل تاني علشان يقدروا يطبخوا مع بعض، لكن ريمي ما بيبقاش مركز معاه لانه جعان، ومجرد ما لنجويني بيلاحظ ده بيديله جبنه علشان ياكله. ولكن فجاه بيدخل سكانر للمخزن بيطفي لنجويني بسرعه اللمبه علشان يخبي ريمي. بيبقى سكانر مستغرب لانه بيبقى حاسس انه شاف فار وبيطلب من جويني يرجع يكمل شغله. ولما لينجويني بيخرج من المخزن بيكون ريمي مستخبي تحت الطاقية وبيتحكم في لانجويني عن طريق شعره، وبيقدر فعلا انه يتفادى الجرسون. وبيروح لينجويني للحمام وبينبهر لما بيلاقي ريمي بيقدر يتحرك في حركاته عن طريق شعره بس. وساعتها بتجيلهم هما الاثنين نفس الفكره المجنونه وبيرجعوا للبيت وبيبدا لانجويني يغطي عينه وبيقدر ريمي يتحكم فيه عن طريق شعره وبيبدا يتحرك بيه، يدور على طريقه الطبخ وتقطيع الخضار واختيارات المكونات المناسبه. وبعد يوم طويل من التدريب بيبقى ريمي قادر ان هو يتحكم في حركات لانجويني بالكامل. وفي تاني يوم بينجح لانجويني في طبخ الشوربه تاني بمساعده ريمي اللي بيبقى مستخبي تحت الطاقيه بتاعته. لما سكانر بيدوق شوربه لانجويني بتعجبه جدا وبيعرف ان هو لازم يتعلم يطبخ كل انواع الاكل عشان يكمل شغل معاهم. وساعتها بيروح لانجويني كوليت لان هي المسؤوله عن تعليمه، وبيتفاجئ من اسلوبها العنيف جدا وبتقول له انها البنت الوحيده في المطبخ وانها مش هتضحي بمستقبلها عشان واحد ضعيف زيه. بالرغم من كده بيكون لانجويني معجب بيها. وفي المكتب بتشوف سكانر اللي بيكون بيستغل اسمه جاستو علشان يبيع منتجات خاصه بيه. وبعد شويه وهو بيقرا الجوابات بيشوف الجواب بتاع صديقه جوستو وبيتصرف الجواب ده وبيتصل بالمحامي اللي بيجي وبيقرا له وصيه جوستو اللي بتكون بتنص على ان اللي هو لو ماليش اي وريث ليه ساعتها هتروح كل املاكه لمساعده سكانر. ساعتها بيتعصب سكانر جدا وبيقول ان هو عارف ان جوستو وصديقته كانوا متجوزين ولانجويني يبقى ابن جوستو يكون بقى اقل من شهرين والسنتين يعدوا وان وقتها المطعم وكل املاك جوستو هتبقى بتاعته. بيقول له كمان ان هو عارف من الجواب اللي لانجويني ما يعرفش ان جوستو يبقى والده لان والدته عمرها ما قالت له. بيمسك المحامي قايد جوستو وبياخد منها شعره وبيطلب من سكيري يجيب له شعره لانجويني عشان يتاكد من الكلام ده وبيسيبه وبيمشي. بنروح بعدها لكوليت وهي بتعلم انجويني اساسيات الطبخ ازاي يحافظ على نظافه المكان، وكمان بتعرفه على الناس اللي بتجيب لهم الخضار وبتدربه على استخدام السكينه بسرعه وطريقه التقطيع. ويبقى ريمي معجب بكل التعليمات والمهارات اللي كانت بتعلمها لانجويني. وبعدها بيروح لانجويني وبيشكر كوليت على كل الحاجات المهمه اللي هي عملتها له. وفي يوم بتطلب الزباين من الجرسون يقدم له نوع اكل جديد، هم جربوا كل الاكلات القديمه بتاعتهم. فبيروح الجرسون للمطبخ وبيعرف الشيفات ان الزباين عايزين نوع اكل جديد، فبيطلب سكانر من الجرسون ان هو يعرف الزبائن ان لانجويني هيقدم لهم نوع اكل جديد مش موجود في المنيو. يروح سكانر لانجويني وبيطلب منه يحضر له وصفه قديمه لجوستو وبيعرفه ان كوليت هتساعده. فبيروح حد من الطباخين وبيعرف سكينر ان جوستو قال على الوصفه دي انها صعبه جدا، لكن سكانر ما بيهتمش. لانجويني وكوليت يحضروا الوصفه وبيبقوا مستغربين من المكونات بتاعتها. وساعات بيقرر ريمي انه يغير الوصفه ويتحكم في لانجويني وبيخليه ياخد مكونات جديده من الشيفات. استغربوا كل الموجودين من تصرفات لانجويني الغريبه، وبتتضايق كوليت لما بتشوف لانجويني وهو بيغير الوصفه وبتحاول تمنعه، لكن وقتها بيكون ريمي هو المتحكم في لانجويني وبيكمل الوصفه بتاعته. بيمنع كوليت على اخر اللحظه وبيحط الوصفه الجديده. وبيجي الجرسون وبياخد الطلب بيروح يقدمه للزبائن اللي بيعجبهم
بيعجبهم طعمه جدا، وبيرجع يعرف كل الشيفات ان الزبائن مبهرين بمطبخ لونجويني وكمان عاوزين 7 طلبات من الاكل الجديد. وساعتها بيبدا ريمي يطبخ اكتر باستخدام لونجويني، وبتروح الطلبات للزبائن واللي كل ما واحد فيهم يشوفها يطلب زيها ويكرر عدد الطلبات من الاكل الجديد. وبيبقى ريمي سعيد جدا وهو بيطبخ، وفي اخر اليوم بيحتفل كل الشيفات بنجاح لونجويني ما عدا سكانر اللي بيكون متضايق وبيستغل لما بيلاحظ وجود فار في الطاقية بتاعة لونجويني. وفي الوقت ده بيخرج لونجويني من المطبخ بيدي اكل ريمي علشان ياكل ويستريح. عشان رجوع لونجويني للمطبخ بيظهر سكانر فجأة وبياخد الطاقية بتاعته وبيصدق ان الفار مش موجود فيها، وبيطلب من لونجويني يجي معاه للمكتب. نروح بعدها لريمي اللي بيكون قاعد بياكل وهو سعيد، وفجأة بيسمع صوت جاي من القمامة. بياخد ريمي السكينة وبيروح لمصدر الصوت، وبيتفاجئ ان مصدر الصوت ده يبقى اخوه ايميل اللي بيجري عليه وبيحضنه وبيعرفه ان هم دوروا عليه كتير قوي. بيدخل ريمي للمخزن وبيروح يجيب له اكل علشان ياكله، بيطلب منه يستمتع بطعمه، لكن ايميل بياكل الاكل بسرعه وبيقول لريمي ان هم لازم يرجعوا للعشيره عشان يقابل والده. الوقت ده بيكون سكينر بيشرب لونجويني عصير عنب علشان يخليه مش مركز، وبيساله اذا كان بيحب الحيوانات الاليفه زي الفئران. بيحاول يستدرجه في الكلام عشان يعرفه هو اتعلم الطبخ من مين، لكن لونجويني ما بيبقاش مركز في حاجه خالص وما بيبقاش عارف هو بيقول ايه. فبيتعصب جدا سكينر، يطلب منه ينظف المطعم قبل ما يمشي وبيسيبه وبيخرج. ومن ناحيه تانيه بيكون ريمي راجع لوالده وعشيره الفيران اللي بيحتفلوا بيه، وبعدها بيقول ريمي لوالده ان هو مش هيقدر يعيش معاهم وهيبقى يزورهم من وقت للتاني. لكن والد ريمي بيتضايق جدا من كلام ابنه وبيكونوا هما الاتنين هيتخانقوا مع بعض، ولكن ايميل بيهديه. غلط بيقول ريمي لوالده ان هو بقى صديق لواحد من البشر، فبيقول له والده انه لازم كل فار ياخد باله من العشيره بتاعته. لكن ريمي بيبقى رافض طريقه التفكير بتاعه والده، بيقول له ان هو رايح لمستقبل افضل، يسيبه وبيمشي. يوم بيرجع ريمي للمطبخ وبيتفاجئ لما بيلاقي لونجويني ينظف المطعم كله ونايم من كتر التعب. مجرد ما ريمي بيسمع صوت حد جاي بيستخبى في الطاية بتاعت لونجويني، وبتدخل كوليت تتكلم معاه وبتساله عن اللي حصل ما بينه وما بين الشيف سكانر امبارح. بتتعصب لما لونجويني ما بيردش عليها، وساعتها بيفضل ريمي يحاول يصحي لونجويني لكنه بيشرب. فضل كوليت لونجويني انها كانت فاكراه مش زي باقي الشيفات، وبيبقى باين عليها انها معجبه بيه. بتتعصب وبتضربه بالقلم وبتفوقه وبتقول انها غلطت لما علمته ازاي يكون شيف، وبتعرفه انها كانت بدات تستلطفه وبتسيبه وبتمشي. يروح لونجويني وراه بيبقى عايز يعترف لها ان هو ما بيعرفش يطبخ، ان هو في حد بيساعده، لكنها ما بتبقاش فاهمه اي حاجه من كلامه. بيبقى ريمي خايف ومرعوب ان لونجويني يقول لها الحقيقه، وعلى اخر لحظه بيمنعه وبيخليه يعترف بحبه ليها. يروح بعدها للناقد انطون ايجو اللي بيروح له المساعد بتاعه، بيعرفوا انه مطعم جوزو سمعته اتحسنت. بيتعصب انطون ايجو جدا وبيقرر يزور مطعم جوستو مره تانية ويقيمه علشان يقلل من مستواه. وفي الوقت ده بيقول للمحامي الاسكانر ان تحليل الدي ان ايه اثبت ان لونجويني يبقى ابن جوستو. وبيتعصب سكانر جدا وبيقول له ان لونجويني حد بيعلمه، واللي بيعلمه ده هو الفار. وده بيخلي المحامي يشوف سكانر مجنون وبيبعته لطبيب نفسي بيفكروا ان وصية جوستو هتنتهي بعد 3 ايام، وساعتها المطعم وكل املاكه هتكون بتاعة لونجويني. وبيسيبه وبيمشوا. في اخر اليوم بيركب لونجويني الموتوسيكل مع كوليتو، بيخرجوا مع بعض وبيوقع ريمي بالغلط، وبيفضل ريمي يجري بسرعه من البشر بيحاولوا يقتلوه، وبيدخل المجاري. وبعد شويه بيوصل ريمي للمطعم، وقبل ما بيدخل بيتفاجئ هو ومعاه مجموعه من الفئران اللي بيكونوا عاوزين ياكلوا. فبيروح ريمي للمطبخ عشان يجيب لهم اكل، وبيستغرب ريمي لما بيلاقي باب المخزن مقفول. اما بيدخل لمكتب الشيف عشان يجيب المفتاح بيتفاجئ لما بيشوف الوصيه بتاعه جوستو، وبيكون مستغرب لما بيلاقي صوره لونجويني في الوصيه. ولما بيقرا جواب صديقه جوستو بيشوف تحليل الدي ان ايه بيعرف ان لونجويني يبقى ابن جوستو وان هو الوريث الشرعي الوحيد لكل املاكه. فجاه بيدخل سكينر وبنشوف ريم اللي بيدخل الجواب والوصيه وبيجري بسرعه، فبيتعصب سكينر جدا وبيجري وراه بيفضل يطارده، بيتسبب في حوادث كتير. وساعتها بيستغل ريمي الاوراق اللي معاه وبينط وبيطير في الهواء، بيروح لمركب بعيد، ولما سكينر بيجي ينط وراه ما بيقدرش ان هو يوصل له وبيقع في الميه. وبعد شويه بيرجع سكينر للمطعم وبيستغل من وجود لونجيري في المكتب، وبيستغرب لما بيعرف ان لونجويني هو بقى صاحب المطعم الاساسي، وبينتشر الخبر في الجرايد وان لونجيريني هو صاحب المطعم الاساسي، وكل الناس بتبقى عارفه ان ابنه جوستو. وفي الوقت ده بيقرر لونجويني انه يطرد سكانر وبيحرق كل المنتجات اللي كان بيبيعها. وبعد فتره بيشتري لونجويني بيت جديد، وبنروح بعدها الريمي اللي بيكون متضايق بسبب اخوه ايميلي اللي كان كل شويه يجيب له مجموعه من الفئران عشان ياكله. وفي يوم اللقاء الصحفي بيروح للصحفيين وبيسالهم لونجويني عن سر موهبته. ساعتها بيكون ريمي متوقع ان لونجويني يكشف للعالم الحقيقه، لكن لونجويني بيكذب عليهم وبيقول لهم ان سر موهبته هي كوليت اللي بتيجي هي كمان وبتنضم ليهم في اللقاء الصحفي. تعصب ريمي جدا، وفجاه بيدخل انطون ايجو بيترعب كل الموجودين،
وخصوصا للانجويني، ويبقى ريمي شايف كل اللي بيحصل وبيقول انتون ايجو لانجويني ان هو بيعشق الاكل، وان الاكل لو ما عجبوش ما بيطلعوش، يبقى عارفوا ان هو بيجي بكره بالليل عشان يدوق اكله، وبيسيبه وبيمشي. وبنروح بعدها لسكينر اللي بيتكلم مفتش الصحه، وبيعرفوا ان في فران موجوده في مطعم جوستو. بيقول له مفتش الصحه ان هو هيزور المطعم في اقرب وقت ممكن. وبعد شويه بنشوف لانجويني وهو بيزعق لريمي لانه كان بيشتته في لقاء الصح، وبيخرج من المطعم وبيزعق له وبيديله اجازه من الطبخ. وقتها بيكون سكينر شايف كل اللي بيحصل، بيفهم من الفار هو اللي بيطبخ. ومن ناحيه تانيه بيتعصب ريمي جدا من اللي انجوني عملوا معاه، وبيتفاجئ بوجود اخوه ايميلي واصدقائه الفيران اللي بيكونوا عاوزين ياكلوا. عرفهم ريمي ان هو عازمهم على العشاء بعد ما المطعم يقفل، وبيطلب ريمي من ايميلي ان هو يجيب والده والعشيره كلها. وبعد ما المطعم يقفل بيدخل ريمي ووالده وكل الفيران لمخزن الاكل، وبيتعاونوا مع بعض وبيسرقوا كل الاكل في المخزن. وفجاه بيتفتح الباب فبيستخبوا كلهم. ساعتها بيجي لانجويني وبيعتذر لريمي عن سوء التفاهم اللي حصل ما بينهم، وبيقول له ان هو ما كانش هيقدر يوصل لاي حاجه من غيره. لما بيدخل انجويني للمخزن بيتفاجئ بكمية الفيران، وبيتعصب مع ريمي وبيقول له اطلع بره انت وكل الفيران اللي معاك دي. فبيحزن ريمي جدا وبيقول ان ابوه كان عنده حق وانهم مش اكتر من مجموعة فيران، وبيسيبهم وبيمشي. في تاني يوم بيحاول انجويني انه يشجع الشيفات ان هم يستقبلوا اندويني، لكن هم ما بيبقوش فاهم منه اي حاجه. في الوقت ده بيكون ريمي قدام المطعم وبيتظاهر بوجود اخوه ايميل اللي بيبقى جعان، ولما بيجي ياكل من الكمامه بيروح له ريمي وبينقذه، لكنه بيقع في المصيده بدل اخوه. وساعتها بيوصل سكينر وبياخد المصيدة وبيبقى سعيد جدا لانه مسك ريمي وبيحطه في شنطة العربية، وبيطلب منه يخترع له أكلة جديدة مقابل ان هو ما يقتلوش. وبيقفل عليه شنطة العربية وبيبقى ايميل عارف في المكان العربية. وبعد شوية بيوصل انطون ايجو للمطعم ويطلب من الجرسون انه يجيب له احسن حاجة عملها الشيف لينجويني، وبيظهر سكانر وهو متنكر وقاعد على الترابيزة اللي جنبه بيطلب نفس الطلب. بنروح بعدها ريمي اللي بيبقى حزين جدا وبيفضل يتكلم مع شبح جوستو اللي بيقوله ان هو يائس جدا، وبالرغم من كده بيفضل جوستو يشجعه. وفي الوقت ده بيجي والد ريمي وهو وباقي العشيرة وبيخرج ريمي اللي بيقرر ان هو يرجع للمطعم. وبيروح والد ووالدة ريمي واخواته والعيلة كلها في المطبخ، ونشوف الشيفات اللي بيكونوا متوترين جدا وقلقانين ومش عارفين يقدموا ايه لانطون ايجو. ساعتها بيفقد لينجويني اعصابه ومبيبقاش عارف يطبخ اي حاجة من اللي عملها قبل كده. وفي الوقت ده بيكون والد ريمي واخوه ايميل بيحاولوا ان هم يوقفوه، لكنه بيدخل بسرعة للمطبخ. ساعتها بيشوفوا كل الشيفات وقبل ما يهاجموه بيمنحهم لينجويني وبيعرفهم الحقيقة، وإن الفرد هو اللي طبخ كل حاجة وهو اللي طبخ كل الأكل اللي عجب الناس. وكمان بيفهمهم إن هو كان مستخبي تحت الطاية بتاعته طول الوقت، وبيطلب منهم يساعدوه علشان يقدروا يقدموا طلبات للزباين. لكن وقتها بيكونوا كل الشيفات مصدومين من اللي سمعوه وبيسيبوه وبيمشي، وكمان كوليت بتتخلى عنه وبتسيبه وبتمشي هي كمان. فبيحزن جدا جدا، وده لأنهم كلهم اتخلوا عنه وسابوه لوحده. وبيسيب ريمي وبيدخل المكتب، وبنروح بعدها لكوليت وهي بتعيط واللي بتبقى واقفه في اشاره المرور، وبالصدفه بتشوف كتاب جوستو اللي اسمه الطبخ للجميع. وبنرجع تاني لريمي وبنشوفه هو حزين جدا وبيروح لوالده عشان يعتذر له، لكن والده هو اللي بيعتذر له لانه فهمه غلط. وبيبدأ ينادي على العشيرة كلها علشان تتجمع، وده علشان تساعد ريمي. وفجأة بيدخل مفتش الصحة للمطعم وبيصدق من اللي بيشوفه وبيجري بسرعة علشان يهرب. فبيجري وراه والد ريمي ومجموعة الفيران ويطلعوا فوق العربية بتاعته عشان يمسكوه. أما ريمي فبيخلي الفيران تتعقم علشان ما يلوثوش الأكل، وبيبدأ يقسمهم وبيبدأ يوزع لكل واحد منهم المهام بتاعته. وساعتها بينبهر لنجويني لما بيشوف الفيران وهي بتطبخ، وبيتشجع جدا وبينط علشان يقدم الطلبات للزباين وبيعتذر لهم عن التأخير. وفي المطعم بيكون ريمي بيشرف على كل الفيران وهم بيطبخوا، بيقدم لكل واحد نصيحة وبيدوق الأكل اللي عمله. وبتدخل كوليت المطبخ وبتتصدم لما بتشوف الفيران وهي بتطبخ، لكن وقتها بيروح لها لينجويني وبيشكرها لأنها رجعت وما سابتوش. تستغرب لما بتعرف إن ريمي عاوز يقدم لأنطون إيجو خلطبيطة بالصلصة. وفي الوقت ده بيوصل والد ريمي وباقي الفيران وهم مكتفين مفتش الصحة، وده عشان ما يحصلش أي مشكلة، وبيحبسوه في المخزن. وبيبدأ ريمي يشرح لكوليت الطريقة اللي هتطبخ بيها الخلطة بيضة بالصلصة، وبيضيف ريمي كل المكونات المطلوبة. وبعد ما بيخلص بياخدها لنجونيني وبيروح يقدمها لأنطون إيجو. وكمان سكانر اللي بيبقى خافي هويته، بمجرد ما أنطون إيجو بيدوق الأكل بيفتكر نفسه أيام ما كان صغير، ويفتكر والدته اللي كانت بتعمل له نفس الأكلة دي واللي بيعجبه طعمها جدا. بيوقع قلم من إيده بياكل وهو بيستمتع جدا بطعم الأكل. ساعتها بيتعصب سكينر جدا وبيصير فران هما كمان وبيرموه جنب مفتش الصحة. أما أنطون إيجو فبيجي يشكر كل الموجودين على الأكل اللي طبخوه، لكن وقتها بيعرفهم لجوين ان مش هو اللي طبخ الاكل ده، وبيسيبه وبيروح يجيب كوليت. وبيبان عليهم هو لو عايز يعرف مين اللي طبخ الاكل ده لازم يستنى لحد ما كل الزباين تمشي.
كل الزباين بتمشي بيروح لنجوانين وكوليت لأنطون إيجو، بيقدم له ريمي وبياخده للمطبخ وبيشرح له كل حاجة والطريقة اللي ريمي كان بيطبخ بيها، وأنطون إيجو كان مستغرب من اللي بيقوله، بيشكره بعدها على العشاء وبيسيبه وبيمشي. وفي تاني يوم بيكتب أنطون إيجو في المقال بتاعه إن هو أكل أجمل أكلة في حياته، وده من عن طريق مصدر مفيش حد يتوقعه، وإن الشيف اللي قدم له الوجبة دي عجيبة أثار إعجابه وفهمه. ففعلا معنى مقولة إن هو أفضل شيف في باريس، وإنه بيأكد له إن هو هيرجع يزوره تاني. وبسبب مقالة أنطونيو إيجو مطعم جوستو بيرجع 5 نجوم بعد ما كان 3 نجوم، لكن للأسف الصحة بتقفل المطعم بسبب الفيران اللي كانت موجودة في المطبخ. لكن نينجوني وكوليت بيعملوا بعدها مطعم جديد وعندهم زباين كتير، وبيبقى من ضمنهم أنطون إيجو اللي بيجي دايما علشان ياكل من إيد ريمي. وأخيرا بيقدر ريمي إنه يحقق حلمه يبقى أفضل شيف في باريس. وبكده نكون خلصنا القصة. ما تنسوش اللايك والاشتراك والمتابعة.